أن المجند رباح ضامن غانم من محافظة السويداء من قرية مفعلي من مرتب كتيبة حفظ النظام في إدلب. لقد قمت بقتل المتظاهرين في خان شيخون من أطفال ورجال وشيوخ وفي مدينة سراقب أيضا، وكنت أتلقى أوامري لفعل ذلك من العميد نوفل حسين رئيس فرع الأمن العسكري في إدلب، والمقدم جمال اسمندر، والملازم أول شادي من مرتب الأمن الجنائي، كما تم وضعنا في مدرسة الإخوان في محافظة إدلب تحت إمرة عضو مجلس الشعب أحمد المبارك درويش لقمع المتظاهرين والتنكيل بهم، والله على ما أقول شهيد. هذا المجند رباح ضامن غانم من محافظة السويداء من قرية مفعلة من مرتب كتيبة حفظ النظام في إدلب. لقد قمت بقتل المتظاهرين في خان شيخون من أطفال ورجال وشيوخ وفي مدينة سراقب أيضا، وكنت أتلقى أوامري لفعل ذلك من العميد نوفل حسين رئيس فرع الأمن العسكري في إدلب، والمقدم جمال اسمندر، والملازم أول شادي من مرتب الأمن الجنائي، كما تم وضعنا في مدرسة الإخوان في محافظة إدلب تحت إمرة عضو مجلس الشعب أحمد المبارك درويش لقمع المتظاهرين والتنكيل بهم، والله أعلم. للسوق بدي اجيب اغراض بتاريخ 18/10/2011. وقفت عندي سيارة كيا بيك اب بيضة، نزلوا منها 3 مسلحين مع الروسيات، زتوني بالسيارة وطمشوا لي عيوني واخذوني على غرفي ونزلوا في ضرب بالكبال والعصي وبكعب الروسية وبكعب المسدس، ضربوني على عيني. بعدين قالوا لي بدك تنشق عن كتيبة حفظ النظام، وكتبوا لي ورقة وقاموا بمسكوا تلفون وكاميرا ديجيتال وصوروني بانشقاقي عن كتيبة حفظ النظام وتحت تهديد السلاح. وبعد ما صوروني ضربوني واخذوني على غرفة ثاني وقالوا لي من مين بتاخذ اوامرك، بلشوا يقولوا لي بتاخذ اوامرك من الضباط. بعدين بالليل طمشوا لي عيوني ورجعوني على قرب خدمتي بخان شيخون وزتوني وتركوني، وطلبوا مصاري من اهلي 500,000 ليرة سوري، واخذوا مني الهوية العسكرية واخذوا مني الخاتم وسنسيل ذهب والجزدان في مصاري وتركوني.